في اصدقاء واعضاء قناه مدرسه الاعلاميه بمدرسه الشهيد بهجات الصاوي اعداديه بنين، اهلا ومرحبا بكم. في اللقاء الثاني معنا اساتذه افاضل، الاستاذ عادل زكريا معلم اللغه معلم العلوم، والاستاذ الفاضل محمد طاهر خبير الرياضيات. كل عام وانتم بالف خير. كل سنة وانتم طيبين جميعا. كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يصلح حال أولادنا الطلبة ويكون عام دراسة سعيد إن شاء الله. ربنا يعزك يا استاذنا. كلمه يا استاذ محمد طاهر تلقيها او تقولها على مسامع الطلبه في بدايه العام الدراسي الجديد ان شاء الله. هم الطلبة أكيد عارفين هم جايين فين، جايين في مصنع الرجال عند كابتن شوقي، يعني أكيد ده معروف مدرسة الشهيد دي مصنع الرجال. فالمفروض إن هم يكونوا على أهبة الاستعداد وفاهمين الموقف اللي هم داخلين عليه، إن دي مش مدرسة عادية، دي مدرسة بتصنع الرجال. بغض النظر عن كل المدرسين اللي فيها الافاضل بسم الله ما شاء الله، قسط مش موجود في اي مدرسه تانية، مش بنشهد لنفسنا والله، ده حاجه شهاده معروفه يعني. اقل مدرس عندنا بيبقى خبير تمام، وعنده الخبره التامه ان هو يصنع راجل، بغض النظر عن الماده العلميه اللي هياخدها تامه، لكن هو بيعمل راجل. نفس السؤال يا استاذ عادل، كلمه للطلبه في بدايه عام دراسي جديد. طبعا أنا أشرف إن أنا أكون من ضمن هيئة التدريس بتاعت مدرسة الشهيد بهجات الصاوي. الهيئة ديت هيئة يعني ما شاء الله، يعني أنا لفيت في مدارس ياما، بس أنا بعتز إن أنا عضو من أعضاء هيئة التدريس مدرسة بهجات الصاوي. المدرسة ديت قلعة من قلاع العلم، قلعة من قلاع العلم، كلنا نشرف بها. فالطالب المفروض يعتز بأنه ينتسب إلى هذه المدرسة، لأنه بينتسب لقلعة من قلاع العلم. واتمنى من الله عز وجل ان يوفق كل ابناء الطلبه، لان طبعا هيطلع منهم الدكتور والمهندس والطبيب والعالم، زي مدير المدرسه متكلم النهارده في الطابور، والسيد الاستاذ محمد شوقي اللي هو الاستاذ محمد شوقي اللي هو شايل المدرسه على كتافه مع الاداره. فتعتبر المدرسه دي من افضل المدارس اللي احنا عملنا بها وشرفنا بالعمل بها. واتمنى من الله عز وجل ان يوفق الطلبه وهيئه التدريس الى ما يحب الله عز وجل ويرضى عننا كلنا جميعا. المدرسة أستاذ محمد بصدد مبادرة جديدة في التخطيط الاستراتيجي اسمها مبادرة دعم المعلم نفسيا ومعنويا. كلمة للمعلمين في بداية السنة الدراسية تنصحهم بإيه أو تقول لهم إيه عشان بذل مزيد من الجهد إن شاء الله ويكونوا في مصاف المدارس المتقدمة والمعلمين الأفاضل، تقول لهم إيه إن السنة دي أو توجههم إيه نحو المبادرة دي؟ مبادرة غريبة، وانت طبعا واحد منهم. مبادرة غريبة اساسا، احنا اتعودنا ان احنا دعم المتعلم، تمام، لكن جميل. انك تقول دعم المعلم اضافه ممتاز. هم وبعدين الدعم الكلي لنا ان أنا اول ما ادخل بوابة الشهيد بهجات، ده الدعم الكلي بالنسبة لي. ده مدرسة الشهيد بهجات الله على رد البنين. 74 مصنع، زي ما بقول لك مصنع للرجال. فده دعم كلي، مجرد ما ادخل من البوابه ده دعم ليا انا شخصيا، مش محتاج اي دعم تاني. اجابه ملفته للنظر وغير متوقعه بس متميزه ممتازه يا استاذ محمد. نفس السؤال يا استاذ عادل برضه، هتقول ايه للمبادره المدرسين اللي هم المتميزين ابناء مدرستنا، تقول لهم ايه يبذلوا ايه السنه دي او يعملوا ايه او مجهودهم يكون السنه دي عشان خاطر نظهر بمظهر كويس في المبادره الجديده اللي هي دعم المعلم معنويا. اتمنى من الله عز وجل ان كله يبذل اقصى ما عنده، بحيث ان احنا نرتقي بالعمليه التعليميه ونرتقي بمستوى الطالب ماشي. واتمنى من الله عز وجل ان نكون عند حسن ظن ابنائنا الطلبه كلنا جميعا، ونكون عند حسن ظن اولياء الامور، ونكون ادينا ما علينا من واجب اتجاه ابنائنا الطلبه، والطالب يؤدي ما عليه من واجب. مفيش تقصير من الطالب، هنرتقي بالعمليات التعليميه. وزي ما الاستاذ محمد الشوقي يتكلم النهارده في الطابور، يعتبر المعلم هو حجر الزاويه في العمليه التعليميه. فنتمنى من الله ان المعلم الدوله تدعمه، وزي ما الدوله بتدعمه طبعا حاليا، فنتمنى ان هي مزيد من الدعم، بحيث ان احنا في النهايه نكون ارتقينا بالعمليه التعليميه، والطالب برضه يؤدي ما عليه حسن خلق، مذاكره. في النهايه يكون الطالب أدى ما عليه. ففي النهايه هنرتقي بالعمليه التعليميه سواء من المعلم او من الطالب، وربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا احوال ابنائنا الطلبه، اخلاقهم قبل العلم، لان الاخلاق قبل العلم. شكرا. اخر سؤال يا استاذ الفاضل، التخطيط الاستراتيجي والسياسات بدرس السلم التعليميه لما هبت رياحه على مدرسه الشهيد بهجات الصاوي بنين، انت كاستاذ محمد طاهر كعالم من اعلام الرياضه بالمدرسه، حسيت بتغيير او اضافه من ناحيه التخطيط الاستراتيجي بالمدرسه؟
قسم التخطيط الاستراتيجي المدرسه بقياده الاستاذ عبد الله السباعي والاستاذ هاني سلام، انت حضرتك حسيت؟ احنا ما حسناش بالتخطيط الاستراتيجي غير لما انت مسكته من الاخر، يعني انا مش بتكلم برضه الاستاذ عبد الله مش مش عشان خاطر انت موجود، تمام. حبيبي. لكن هو كان حاجه هامشيه مهمشه ما فعلتش غير السنه اللي فاتت على ايدك يعني، وما حسناش. طب في حسيت ان في اضافه لما ربطنا التخطيط بكل الانشطه في المدرسه وان شاء الله المبادرات بتاعه التخطيط الاستراتيجي من السنه اللي فاتت يعني تقريبا انا معاك في كل مبادره، تمام. وكل مبادره احنا بنعملها فعلا، مش صور ولا حاجه على النت ولا بتعمل عن يدي انا فيديوهات، اذا كانت صور او فيديوهات او مبادره فبتكون موجوده. يعني حضرتك حاسس ان التخطيط ليه قيمه في المدرسه وليه وضع في المدرسه واصبح اظهر المدرسه؟ اصبح مفعل من ساعه ما دخل المدرسه عندنا هنا وبدا يظهر في المدرسه عندنا. اصبح في حاجه اسمها تخطيط استراتيجي، سمعنا اسم تخطيط استراتيجي، سمعنا اسامي ما كناش هقول لك يعني كفايه يعني ان يعني تم وبوجودك برضه كنت مساعد، كنت عامل اساس انت شفيف في الموضوع ده. الله يبارك لك. ما هو عشان خاطر المبادرات عجبانا اصلا وهي نفعت فعلا. شوف الجيل اللي طلع في المبادرات دي شكله ايه، وشوف الطلبه اللي تاهلت على ايديكم شكلها ايه. في اختلاف في الشخصيه، في تنميه الشخصيه، في اختلاف في المهارات اللي دخلت جوه الانشطه والانشطه اللي دخلت جوه الماده نفسها، تمام. حسينا باختلاف وحسينا بطفره وحسينا ان في حاجه اسمها تخطيط استراتيجي على ايديكم. في نهايه اللقاء بنشكر السيد الفاضل محمد طايل، وكل عام وانتم بالف خير يا استاذ. الله يبارك لك ويبارك للتخطيط الاستراتيجي كله وعلى نفس النشاط بتاع السنه اللي فاتت. نشكر عبد الله السباعي ونعمل المركز الاول. مش خدنا المركز الاول السنه اللي فاتت يبقى نقف على كده، لا المركز الاول كل سنه ان شاء الله. ان شاء الله بحسك ومساعدتك معنا ان شاء الله وتعاونك معنا يا استاذ محمد طايل. شكرا ابو سامي، مع الف سلامه.